السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم مهند زاهري، وفي هذا الفيديو راح أفتح لكم كرتون الآيفون 10 ونشوف محتويات الكرتون وأهم مميزات واستعراض سريع للجهاز. لكن قبل ما نبدأ شوفوا مقطع الفيديو الجاي اللي سويته لكم تقريبا 15 ثانية، فيها كل أجهزة الآيفون اللي تم إطلاقها من سنة 2007 للآيفون 2G إلى سنة 2017 للآيفون 10. يا هلا من جديد. هذا هو جهاز الايفون 10 اللي يكتب ايفون اكس، واكس بالرومانية تعني 10. الجهاز 256 جيجا ولون سيلفر، وحتى يتوفر بسعة اقل اللي هي 64 جيجا، ويتوفر بلون ثاني اللي هو سبيس جراي. اول ما تفتح العلبة راح تلقى الباكج موجود فيه كتيبات تعليمات باكثر من لغة، وموجود فيه دبوس الشريحة، واخر شيء استيكرات بشعار الشركة. وتحت الباكج موجود الجهاز. الآن راح أخلي الجهاز على جنب ونتكلم عنه بالتفصيل في النهاية. محتويات الكرتون تقريبا نفس محتويات كرتون الآيفون 7 والآيفون 8، اللي هي سماعة سلكية بمنفذ اللايتنينج، وأدابتر للسماعات العادية، وسلك شاحن بطول متر تقريبا، وآخر شيء فيش الكهرباء اللي هو بريطاني ثلاثي، وعلى حسب الدولة اللي انت تاخد منها راح يختلف الفيش. اول شيء راح تلاحظ في هذا الايفون انه مختلف كليا عن الايفونات اللي سبق وكنا نستخدمها ومتعودين عليها. الجهاز من قدام كامل شاشة، ما في زر هوم، ومن الخلف قزاز بالكامل. اول ما تشغل الجهاز راح تظهر لك عبارات الترحيب، وبعدها تقدر تسوي اعدادات بسيطة واولية لتشغيل الجهاز. طبعا الايفون 10 ما في بصمة اصبع زي الجوالات اللي قبلها، لكن في شيء ثاني اللي اسمه فيس اي دي، وهو بصمة الوجه، وطريقة إعدادها جدا سهلة وبسيطة، ومن خطوتين تقريبا، وأسهل من بصمة الإصبع بكثير. بس توجه وجهك على الجوال وتلفه بشكل دائري، وبعدها تعيد هذه الحركة مرة ثانية بشكل أسرع. طبعا كذا بيصير تقدر تفتح جوالك أول ما تطالع عليه. من أول تجربة لي انفتح الجوال بشكل سريع وسلس جدا. حجم الجهاز راح يكون أكبر من الآيفون العادي وأصغر من الآيفون البلس، يعني بين الحجمين هذه، لكن الشاشة راح تكون أكبر شاشة بينهم، أكبر من شاشة البلس. شاشة الآيفون 10 5.8 إنش، وشاشة الآيفون 7 بلس 5.5 إنش. الآيفون 10 راح يكون من الخلف قزاز بالكامل تقريبا نفس الآيفون 8، والكاميرا راح تكون بالطول، ومن الأطراف بالكامل راح يكون ستانلس ستيل، ومن اليسار راح يكون موجود زر رفع وخفض الصوت وزر الصامت، واليمين زر الباور اللي صار أطول وله وظائف أكثر. والكاميرا بارزة بشكل خفيف، وفيها من الأطراف ستانلس ستيل وتعطيها شكل أفخم وأجمل. وكتجربة أولية أشوف إن الفيس اي دي جدا سريع وسهل، وراح يتعرف عليك أكثر مع الوقت ويتحسن، وحتى لو كنت لابس نظارة أو كاب راح يفتح الجهاز بكل سهولة. والفيس اي دي راح يكون هو رمز مرورك، تقدر تسجل دخول في أغلب البرامج اللي تدعم هذا الشيء. وإذا سحبت من تحت لنص الشاشة راح تظهر لك التطبيقات المفتوحة في الخلفية، إذا ضغطت عليها ضغطة مطولة تقدر تقفلها. وإذا سحبت لتحت من الزاوية اليسار راح يظهر لك مركز التحكم، هذا إذا كان جوالك عربي. وإذا سحبت من اليمين إلى تحت راح تظهر لك الإشعارات. كاميرا ترو ديبث الأمامية ممتازة، وفيها ميزة حلوة وهي الانيموجي، وهذه الميزة بتخلي الفيسات تتحرك وتسوي نفس الشيء اللي انت بتسويه وبنفس اللحظة. يعني مثلا تضحك أو تبتسم أو تحرك راسك بتتفاعل معك، وبعدها تقدر ترسلها على الآي مسج أو تحفظها وتشاركها في مواقع التواصل على أصحابك. إذا ضغطت زر الباور الجانبي لمدة ثانية واحدة راح يشتغل لك سيري وبتقدر تعطيه أوامر. وإذا ضغطت زر الباور مع زر رفع الصوت ضغطة واحدة راح تقدر تصور الشاشة. لكن إذا ضغطت زر الباور مع زر خفض الصوت لمدة 3 ثواني راح تقدر تطفي الجهاز أو تتصل على الطوارئ. وهذا الايفون اللي باللون الاسود. طبعا هذا الايفون يجي لون اسود بالكامل من الامام ومن الخلف وحتى من الاطراف. كان هذا فتح الكرتون واستعراض بسيط للجهاز، وهذا اول مقطع لي على اليوتيوب. اذا عجبك المقطع اضغط لايك واشترك بالقناة ودعمك بنشر المقطع، وفي امان الله.